وذكر الشيخ حفظه الله أن مثل هذه الشطحات أنها لا تخرج عن حالتين. بارك الله فيكم. نحن نقرأ عليكم بين الحين والآخر مثل هذه الشطحات الصوفية لأمور. هذا كتاب شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله، تحذير المسلمين من الغلو في قبور الصالحين. قال الشيخ حفظه الله تعالى: إن قضية ادعاء القبورية في اليمن سماع الموتى والتخاطب معهم قضية تعد متواترة عندهم، وأستطيع أن أثبت ذلك بعشرات الأمثلة، ولكني سأكتفي ببعض الأمثلة. قال محمد بن علي باعلوي، هذا صوفي، قال: بينما أنا جالس في مكان عال سقفه إذ دخل علي نبي الله هود يطأطئ رأسه. منين دخل علي؟ يقصد أنه رجع من الدار الآخرة، كذب وافتراء. قال: إذ دخل علي نبي الله هود يطأطئ رأسه كي لا يصيبه السقف، لأن السقف نازل عليه. قال: فقال لي: يا شيخ، إن لم تزرنا زرناك. فقلت له: من أين أتيت هذه الساعة؟ قال: من عند ابن هارون. قال: وفي كتاب شرح العينيات صفحة 145 قال: وهو يذكر نور الدين علي بن محمد، قال: إذا كان في الصلاة أو غيرها وقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يكررها، يعني يبقى يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال: يكررها حتى يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: وعليك السلام يا شيخ. قال: وبقيت في شرح العينيات من هذه الأكاذيب الشيء الكثير، وانظر على سبيل المثال صفحة كذا. قال: وإليك مثالا واحدا من كتاب المشرع الروي. المشرع الروي هذا من أكبر كتاب الدجل والكذب عند الصوفية. قال: وحكي أن الشيخ أبا سعيد قرأ سورة هود، فلما بلغ قوله تعالى: شقي وسعيد، فمنهم شقي وسعيد، قال: جعل يردد الآية ويتفكر، ثم قال: يا أهل القبور، ليت شعري من الشقي منكم ومن السعيد. فأجابه الشيخ العارف بالله أحمد بن محمد با فضل من قبله بقوله: امض في قراءتك ليس فيها شقي. يا عذاب الأمر، حسبنا الله ونعم الوكيل. بارك الله فيكم. نحن نقرأ عليكم بين الحين والآخر مثل هذه الشطحات الصوفية لأمور. أولا لنكون جميعا على حذر، ثانيا لنحمد الله عز وجل على نعمة التوحيد والسنة. الأماكن التي عشعشت فيها الصوفية يعبثون بالناس عبثا ويستعبدونهم استعبادا، فالحمد لله الذي عافانا من هذه الخزعبلات والخرافات التي لا تروج ولا تقبل إلا عند من ضيع عقله وصار في عداد البهائم والحيوانات. فاللهم ثبتنا على التوحيد والسنة حتى الممات. وذكر الشيخ حفظه الله أن مثل هذه الشطحات أنها لا تخرج عن حالتين. الحالة الأولى أنها قصص مفترى لا أساس لها من الصحة. الحالة الثانية أنهم كانوا يرون صورا ويسمعون أصواتا وهم يظنون أنهم أصحاب القبور، يظنون أصحاب القبور يتكلمون معهم، وجهلوا أو تجاهلوا أنهم شياطين من شياطين الجن يلعبون عليهم.